بس الرساله وصلت من جمهور الاهلي. روح يا ريفيرو، صريحه. اعتقد اخر ماتش ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد. احصائيا على الورق اصعب ماتش في الدوري دلوقتي في زماننا اللي احنا فيه ده، اصعب من ماتش الزمالك بيراميدز. حاليا تكسب بيراميدز يعني تنزله شوية وتطلع ماتش ب6 نقط، هيفرق معاك الماتش ده. لو كسبته هيفرق معاك في الاخر. طبعا كلنا عارفين السيناريو اللي بيحصل ما بين الاهلي وبيراميدز. مش يعني الزمالك غريمي وكل حاجه، بس بعيد عن الصوره بقاله فتره. فحرفيا النهارده الفوز معانا هيفرق كتير قوي. يلا بينا نروح ناخد اراء الناس قبل المباراه وبعد كده ندخل الاستاد. يلا بينا. على الورق بقى اصعب ماتش في الدوري، اصعب من الزمالك، اصعب من اي حد. ده يعني ده اللي احنا شايفينه واللي الناس كلها شايفاه. شايف ايه النهارده؟ شايف المدرب ازاي؟ شايف باذن الله المدرب لو بدا خطه صح باذن الله الاهلي هيفوز. احنا معانا طبعا لعيبه من افضل اللعيبه الموجوده ماشي في افريقيا كامله، مش هنقول في مصر ولا في الوطن العربي. عندنا طبعا كان حلم حياتنا اللي يكون زيزو معانا، زيزو جنه ومعانا امام. هو لو استغل الخطه بتاعته وبدا خطه صح هنكسب بيراميدز واي فرقه هتجينا بالظبط. يلعب الكل في الكل. شايف ايه ان شاء الله اللي هيتم؟ بص، هو انا النهارده اتوقع ان لو احنا نكسب 2-1 باذن الله ان شاء الله. بس هو يعني المدرب ما يفتيش، يعني ان شاء الله. نحس يا إن رب المدرب ما يا يفتيش رب فعلا ويلعب، بس يبقى يلعب كويس. بس دي تمام الفكرة كلها. على خير. شفت اداء المدرب، ماتشين من الدوري، ده الثالث. احصائيا بقى اصعب ماتش في الدوري. اكيد طبعا. شايف ايه النهارده ان شاء الله اللي بص، هيحصل؟ انا شايف ان النهارده ان شاء الله الاهلي هيكسب عشان بإذن قوه الله. اللعيبه هتحب ان هي تثبت نفسها ان شاء الله. المدرب النادي الاهلي كبير عليه، ما افتكرش انه هيكمل مع النادي الاهلي كتير، بس شخصيه اللعيبه هي اللي هتركب الماتش النهارده. يا رب يا رب، بس يعني ما يكملش دي، يا رب تطلع مش صح يعني ان شاء الله. هي مش مساله مكسب وخساره بالنسبه للراجل ده. هو كمدرب اصلا شخصيته مش النادي الاهلي خالص، مش ده النادي الاهلي. ممكن جماهير الاهلي كالعاده من اول ثانيه زي الاهلي ما ضاغط كده بالظبط. يا مسهل يا رب. دقيقة 5 أول كرة خطر في الماتش، فاول من على ال 18 لبيراميدز. ربنا يستر ربنا يستر. الحمد لله. يا نهار اسود، يا ساتر يا رب. 5 دقايق 6 دقايق. استر يا رب استر يا رب. مرتده على الاهلي بعد الجون بمفيش جون. كره ثابته زي ما شفنا، تردد دخلت جون. الاهلي على عكس ما الاهلي بادئ، الاهلي كان بادئ ضاغط الناحيه دي ناحيتنا. ربنا يستر بقى، ربنا يستر في اللي جاي. ضغط من الاهلي متواصل بعد الجون وبعد الكره الخطر اللي بعد الجون. ان شاء الله خير. تلت ساعه لغايه دلوقتي لعيبه بيراميدز بتنقل الكره بسهوله، بيغيروا الملعب، بيطلعوا من تحت لفوق بكل سهوله. ضعيفه جدا على الجون من الاهلي. الاهلي بيطلع بصعوبه على عكس بيراميدز تماما، بيطلع بصعوبه جدا من عند الجون. البدايه مش مبشره بس ان شاء الله خير. يا مسهل يا رب. يلا يا زيزو. حلوه الجمله بس المره الجايه هتيجي قربت. احنا مصعبين الكره على نفسنا قوي، اللعيبه مش ظاهره لبعض لازم حد من اللي في نص الملعب ينزل يسند. الطويله الطبيعيه اللي الاهلي عملها كتير قوي. بدايه الشوط الثاني نزول جراديشار مكان اشرف بن شرقي، يعني تغييره كويسه. يا مسهل يا رب يا رب. الاهلي لو ما جابش جون اول 10 دقايق الماتش هيبقى صعب جدا. 10 دقايق لغايه دلوقتي في الشوط الثاني ما اختلفش كتير عن الشوط الاول. مش عارفين نخرج بالكوره برضه اهو، صعوبه جدا. بيراميدز بينقلوا براحتهم، في برود من المدرب مش عارف ليه، مش راضي يكلم حد، مش راضي يزعق، مش سامعين اي حاجه، اللعيبه مش شايفاه. تلت ساعه من الشوط الثاني كريم فؤاد خارج ونزل كوكا.
مفيش كرة خطر على الجون، مفيش اداء، مفيش اي حاجه، مفيش حاجه تتقال حرفيا. يا ربنا يستر وما يجيش فينا التاني، بس يا رب نلحق نتعادل على الاقل يعني زي ما لسه متوقعين بالظبط. الجون التاني البيراميدز كان باين، يعني كان باين الاهلي نازل ما بيعملش حاجه، بيسلم لهم الدنيا، بيلعب مرتاح كانه هو اللي كسبان. اداء يعني شفناه في الملعب. ايه رايك في اللي حصل ده؟ والله هو تفهمش الغلط في اللعيبه ولا في المدرب، بس المدرب سيء واللعيبه اسوء. صراحه عندك حق، ولا حد بيلعب مكانه، ولا عارف المدرب ليه خطه معينه، ولا بالزبط. تعرف مين بيلعب يمين ومين بيلعب شمال. صح والله فعلا. ولا تفهم مين اللي ماسك، يعني مش عارف. مفيش شخصيه، وهو نفسه ما عندوش شخصيه، بل اللعيبه نفسها في الملعب لا مبالاه. مش عارف انا في حاجات كتير غلط فعلا، مش فاهمين الغلط فين. الواحد مش حزين على الخساره، احنا ممكن نخسر بس نخسر كوره عادي، لكن احنا ما لعبناش كوره اصلا عشان نخسر او نكسب. عندك حق. هي الفكره في اللعيبه والفكره في المدرب. احنا الاهلي احنا بنكسب اي حد باي لعيبه في الملعب. صح الروح، ولا بالاسامي ولا حميه. بالكلام ده. فين المدرب؟ لا المدرب خلاص كده اعتقد اخر ماتش ليه 90%. لعيبه فين المدرب؟ احنا محتاجين مدرب فين محمد يوسف؟ تمام، صح. فين محمد يوسف؟ فين عماد النحاس؟ ناس كتير. 90 دقيقه لعيبه كبيره. بيراميدز يستحق الفوز جدا وبنتيجه. طبعا. انا اهلاوي واهلاوي صميم، وجاي من اسكندريه مخصوص عشان خاطر اشوف والله الاهلي الناس جاية ودعم من كل الاهلي. حتة في مصر. انما للاسف الشديد اللعيبه دي استهترت بالجمهور ده اللي انت شايفه. يا فعلا. ريت تصور الجمهور ده. فعلا دي قله ادب من اللعيبه. طبعا ما عملتش احترام للجمهور المحترم ده اللي جاي من اخر الدنيا. والله العظيم دي كل قلة كلمة أدب. كل يا كلمة ريت بيقولها صح. الكابتن خطيب يسمع الكلام دوت هيسمعه إن شاء الله، ويركز مع هيسمعه. الفرقه كويس جدا باذن الله. واحنا كان المفروض، انا حاسس ان اللي بيتعمل دوت في الاهلي دوت هو ذنب عماد النحاس، لان عماد النحاس كان قايم بالفريق على اكمل وجه بالزبط. وكان جدير جدا جدا ان هو يقود الاهلي في كاس العالم. طبعا. احنا ما ناس كتير قالت كده طبعا. احنا اساسا يعني احنا غير راضيين، وقلنا كده من 30 مره وبنناشد الخطيب ونناشد اداره النادي الاهلي ان هو ربيله دوت ما ينفعش. ينفع كده اللي حصل، كان نفسنا نكسب والله. ما فيش روح ولا باص ولا وصل عند الجون حتى. مفيش روح ولا باص ولا وصلوا عند الجون. انت شفت كل ده فعلا؟ شايفين اصغر مشجع اهلاوي فاهم الكلام ده، فاهم؟ يقول لك مفيش روح، لما السن ده يقول لك مفيش روح. طب الرساله هتوصل من مين تاني اكتر من كده؟ شفنا الاداء في الملعب، شفنا المدرب، الاختبار الحقيقي اللي الناس كانت بتقول عليه. شايف الماتش النهارده ازاي؟ لا طبعا مفيش فكر خالص ومفيش كوره. انا اول مره اشوف الاهلي بالمستوى دوت فعلا. مستوى رديء جدا جدا جدا. يعني احنا بنتفرج على كوره من زمان بقالنا كتير. والله فعلا. احنا اول مره نشوف الاهلي بالمستوى دوت. انا اول مره اشوف الاهلي بيجي فيه الجون الثاني والمدرب بيقعد حتى اللعيبه ذات نفسها مفيش روح، مفيش اي حاجه، مفيش روح. يعني انت جايب لعيبه بملايين. لو كان عماد النحاس كمل والله كمان مره يعني كنا هننافس على الدوري، ومش بعيد كمان لو كان عماد النحاس لو كان لعب معانا كاس عالم كنت نافست وعديت. كنت نافست وعديت. اول ماتش ده على الاقل كنت هتترجم الكور اللي حصلت دي. فلاش باك مين اللي كان يصدق ان الهلال يكسب السيتي، واحنا كان ممكن بالزبط. نعمل حاجه احسن من كده. بالظبط، عندك حق والله فعلا. خلصنا، سمعنا اراء الناس، يعني مفيش كلام انا اقوله اكتر من الكلام اللي الناس قالته، من الاداء السيء من المدرب. اول اختبار حقيقي بعد كاس العالم قالوا لسه جاي، مش اختبار حقيقي، هياخد ماتش مودرن، خد ماتش فاركو، الماتش ده الاختبار الحقيقي. يعني اعتقد ان 90% اخر ماتش ليه مع النادي الاهلي. يا رب الخطيب يسمع الجمهور، يسمع اللي قالوه في الملعب، يسمع اللي قالوه بعد الماتش، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون خير علينا. كان معاكم الكوره مع مودي.